أهلا أعزائي المتابعين في فيديو جديد وتأليف جديد من العيار التقيل جدا. تأليف جديد من العيار التقيل جدا يا أعزائي المتابعين. ومع بداية شهر أكتوبر، النهاردة 1 أكتوبر، بتصدر أول أغنية حزينة في شهر أكتوبر. طبعا أعزائي المتابعين، منكم اللي هيسأل دلوقتي ويقول: هو أنت مش كنت بتعمل مجموعة من الأغاني الحزينة؟ أرد أنا على سؤالك وأقول: أيوة، كنت بعمل كده في الأول، بس لما لقيت إن في ضغط رهيب جدا في تأليف الأغاني الحزينة، خصوصا إن إحنا تقريبا مبنألفش غير الأغاني الحزينة فقط، أما تأليف القصص فهو نادر النادر، وده شيء ما ينفعش كمؤلف قصص وأغاني حزينة زي يعمله. ليه؟ لأن لازم يكون في توازن بين تأليف القصص وتأليف أغاني حزينة. أنا لو جيت قلت لك إن أنا هعمل 12 أغنية حزينة، طب 12 أغنية حزينة وفين بقى تأليف القصص خلال الشهر أصلا؟ فاهمني؟ فالموضوع كده هيبقى مش متوازن، مش هيبقى فيه توازن. طبعا يا أعزائي المتابعين، الأغنية الحزينة دي جميلة جدا وتختلف أشد الاختلاف عن الأغاني الحزينة المسبق إصدارها، وخصوصا ده لأني الأغنية الحزينة دي يعني تقدر تقول كده إن هي حتى عنوانها جميل جدا. يعني أغنية حزينة دي بتتكلم عن اللي هو لما تبقى حاجة متعقدة، موضوع متعقد، فالأغنية الحزينة دي مناسبة جدا للكلام ده. وهقرا لكم حتة من الأغنية الحزينة دي. الموضوع بقى متعقد تعقيد، ده كل يوم تعقيده كمان بيزيد، مش قادر أحدد بالتحديد المشكلة موجودة فين. فيا أعزائي المتابعين، الأغنية الحزينة دي جميلة جدا وهتنال إعجاب الجميع. قبل ما أنسى، ياريت يا أعزائي المتابعين نهتم بمتابعة أخبار القناة، لأن أنا شايف حاجات مش لطيفة جدا. يعني أغنية حزينة اللي سبق إصدارها من 3 أيام تقريبا، اللي هي سكت كتير، وتشوف الفرق بينها وبين الأغنية الحزينة اللي قبلها اللي هي موتك دمرني، وحلقة 14 من قصة صحاب غدارة. شوف النسب وشوف الأرقام وشوف الفروقات وشوف اختلاف الطبقات، حاجة غريبة جدا. وهنا أحب أتوجه بالشكر لمتابعين اللي بيدعموني بكومنتات. شكرا لكل كومنتاتكم الجميلة اللي فرحت قلبي بجد. انتوا تعليقاتكم الحلوة دي بتشجعني اني استمر اكتر واكتر واكتر في الابداع واني اعمل تأليف جديد. اعزائي المتابعين، ياريت الفترة الجاية نهتم اكتر واكتر من ناحية القناة. يا عم مش لازم نوصل 1,000,000 مشترك، بس على الأقل نوصل دلوقتي 1000 مشترك حتى، وبعدين نبقى نفكر في 1,000,000. بس يعني مش كده يا أعزائي المتابعين، مش كده. يعني انتوا ازاي يعني؟ آه ازاي؟ ليه؟ أنا عملت قناة اليوتيوب دي سنة 2023، وقلت القناة دي هتبقى فتحة خير عليا وهتبقى باب رزق
ليا في يوم من الأيام. وفرحت جدا كمان لما لقيت نفسي الأول على المنافسين. ده في منافسين بيتمنوا يكونوا في المكانة اللي أنا فيها دلوقتي. انتوا متخيلين؟ أنا بكلمكم على إن أنا رقم واحد، أنا نمبر 1، أنا الأول بلا منازع. تخيل كده، يعني في مجال التأليف على اليوتيوب أنا رقم واحد، رقم واحد أنا. فمحدش بقى يجي يقول أنا أحسن منك. أحسن مني إيه؟ محدش عنده عدد مشتركين لحد النهاردة أحسن مني من ناحية التأليف. هات مؤلف عنده عدد مشتركين في قناته أكتر مني، مش هتلاقي. مش هتلاقي. عارف ليه؟ لأن أنا رقم واحد، أنا الأفضل، أنا مفيش أحسن مني. والكلام ده أنا قدرت أحققه فعلا في 2025 لما شفت المنافسين محدش منهم قادر يوصل لرقم المشتركين بتاعي اللي هو 162 مشترك. ده رقم قليل أصلا، يعني من ناحية قنوات اليوتيوب اللي بيبقى فيها مليون وكام مليون من المشتركين. أنا كواحد مؤلف قصص وأغاني حزينة عندي 162 مشترك. محدش من المؤلفين قدر يجيبهم. مفيش منافس في المجال قدر يجيب الرقم ده. وأنا بفضل الله من 2023 لحد 2025 قدرت أحقق الرقم ده. فأنا فخور جدا 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 إني وصلت للنقطة دي. وطبعا يا أعزائي المتابعين، يعني ياريت نركز شوية في الاشتراك وتفعيل الجرس. الفيديو ينزل مش مطلوب منك حاجة يعني، ولا مطلوب منك تجازف. انت كل اللي مطلوب منك الاشعار يجي، تقوم منزل الستارة دي كده وتفتح النوتيفيكيشن الفيديو. مش مطلوب منك اكتر ولا اقل من كده. يعني ليه؟ ليه انت مستكتر انك تتفرج على الفيديو؟ انت عارف انا انا يا اعزائي المتابعين، انا كل ساعة تقريبا بدخل اعمل كشف على المشاهدات. كل ساعة والله العظيم، كل ساعة او كل ساعتين، عشان بس ما اكونش بكدب. يعني انا مش عارف كل كام بالظبط، بس انا كل شوية واقسم بالله بدخل اشوف ارقام المشاهدات قد ايه. وخصوصا بقى في الفيديوهات الجديدة اللي انا زي ده كده لسه بسجله وبنزله على القناة. ده اما بخلص تصوير وبنزله على القناة بقعد كل 5 دقايق تقريبا ادخل اشوف التقريرات والاناليسيس والفيديو وصل كام، الريتش بتاعه في الفيوز وكده. لكن من ناحية الربح والفلوس انا مفيش، ما كسبتش لسه حاجة. ليه؟ لان الشروط لسه محققتهاش. نفسي احقق الشروط علشان القناة تكسبني فلوس فعلا، نفسي، لان ده حاجة حلوة جدا ليا. وديت اهي يعني ارقام التحليلات من 3 سبتمبر ل 30 سبتمبر 2025. زي ما انتم شايفين كده يا اعزائي المتابعين، في ارقام مخيبة جدا للامال وارقام تانية حلوة. بس ليه احنا ما نخليش ارقامنا كلها حلوة؟ ليه؟ ليه يا اعزائي المتابعين؟ في 162 مشترك في القناة. لما بينزل فيديو جديد ال 162 مشترك بيعملوا ايه؟ هل بيكونوا نايمين؟ هل بيكونوا مثلا عندهم ظروف خاصة؟ حتى لو كان عندك ظروف خاصة، خلص ظروفك الخاصة واتفرج على الفيديو اللي انا بنزله. دعمك هو الاساس. دعمك بالنسبة لي
هو العكاز. دعمنا، ربنا يبارك لك، علشان نوصل ل1,000,000 مشترك. انا معلش طولت عليكم في الفيديو قوي، ووصل الفيديو معايا ل10 دقايق، بس اتمنى اكون افدتكم في الفيديو، واستمتعوا بكلمات الاغنية الحزينة اللي هتشوفوها في الديسكريبشن وعلى الفيديو ايضا. واحب اقول لكم اني يعني اعزائي المتابعين، الشهر ده مش هيبقى فيه تأليف اغاني حزينة كتير اكتر من القصص. يعني القصص هنكتر فيها في الشهر ده اكتر من الاغاني الحزينة، وتقريبا الشهر الجاي برضو نفس الكلام. لحد هنا يا اعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.